إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المواطن التيفي. بداية نهنئ جميع المسلمين على عيد الأضحى المبارك. موضوعنا اليوم، موضوع الحلقة، سنتطرق فيه إلى قضية الصحراء المغربية. منذ 40 سنة بعد استرجاع الأقاليم الصحراوية من طرف قائد المسيرة المغفور له الحسن الثاني، والأقاليم الصحراوية تعرف يعني نجاح واقتصاد وسياسة وثقافة في ازدهار يعني متواصل منذ 40 سنة. وهناك ما يسميها بالصحراء الغربية، ومن يسميها بالصحراء المغربية أو الصحراء الغربية المغربية منذ 40 سنة. وما يسمى بالبوليزاريو مع شقيقتها الجزائر تطلب يعني نقطتين أساسيتين، وهي احترام حقوق الإنسان، أو النقطة الثانية عدم الاستغلال الثروات الموجودة المتواجدة في الأراضي الصحراوية. اليوم معنا ضيف مهم جدا، ضيف معروف على الساحة الدولية. معنا اليوم الدكتور محمد رحال، مستشار للشؤون الاستراتيجية بالسويد، كاتب وشاعر وباحث. مرحبا بكم دكتور مع قناة المواطن تيفي. وكل عام وأنتم بخير، ونوجه هذا التحية في العيد إلى كل الأمة الإسلامية، بالرغم مما تقاسيه من مصاعب ومشاكل في أنحاء وأركان الأمة الإسلامية، إن كان على أراضيها أو للجاليات التي هي موجودة في البلدان الأوروبية. دكتور محمد رحال، هذا موضوع الصحراء المغربية، ماذا يمكن لكم في البداية وفي المقدمة أن تقولوا على هذا الموضوع بصفة عامة في بداية؟ بالنسبة لي كباحث وكمستشار في هذه المواضيع، أنا أعتبر أن مشكلة الصحراء والمشكلة المغربية بشكل عام لا تختلف بشيء عن المشكلة الفلسطينية، فالمشكلة واحدة، والأعداء الذين قسموا بلداننا هم نفس الأعداء الذين قسموا بلاد الشام إلى سايكس بيكو، وقسموا الخليج العربي والجزيرة العربية إلى دويلات وإمارات ومشيخات، وقسموا أيضا بلاد المغرب الواحدة إلى 4 أو 5 أو 6 دول، وقد يزيد التقسيم في الأيام القادمة. إلا أن حظ المملكة في هذا الشأن أسوأ من حظ بلاد الشام، وذلك لأن المملكة المغربية تدافع عن قضية لا يقف معها أحد، بينما القضية الفلسطينية فقد امتازت بدفاع شديد بسبب وجود المسجد الأقصى المبارك فيها. ولهذا فإني أقول أعان الله المغرب على تحمل تلك الأعباء التي نسأل الله عز وجل أن ينهيها بخير وسلام، وأن يتوحد المغرب العربي كما كان سابقا. دكتور محمد رحال، بالنسبة لك يعني ما هي تقريبا الأسباب التي تدفع مثلا بالجارة الجزائر يعني بدعم البوليزاريو ودعمه حتى ماديا يعني واستراتيجيا ويعني معنويا ضد الجارة الحميمة المغرب؟ بالواقع من لا يفهم التاريخ لا يستطيع أن يفسر الحاضر، ولهذا من المفروض أن يكون هناك لمحة تاريخية صغيرة جدا عن المغرب الواحد بشكل عام وتاريخي. فإن بلاد المغرب التي تمتد من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وما يسمى بموريتانيا والسنغال، هذه الدول هي كانت تاريخيا وحدة متكاملة، إن كانت على مجال الصحراء أو كانت على مجال ما يسمى الريف، فهي عبارة عن شعبين متجانسين، وهم الشعب البربري الواحد والشعب العربي، وهناك مصاهرة وأخوة نسب في الدماء وفي العلاقات البشرية وفي وحدة الثقافة الواحدة.
للأسف عندما جاء حكم الدولة العثمانية، فإن حكم الدولة العثمانية أخذ ما يسمى ليبيا وتونس والجزائر، لأن هذه البلدان لم تكن بلدانا صحراوية أصلا، وإنما كانت بلدانا ساحلية، وفرضت الدولة العثمانية الولاة على تلك البلدان، فأصبحت كأنها كيانات واقعة أصولا. ولكن عندما ضعفت الدولة العثمانية وجاء الاحتلال، فقام الاحتلال بتقسيم هذه البلدان تقسيما غير عادل، وتنوع نوع الاحتلال إلى درجة أن حتى المملكة المغربية احتلها طرفين، الطرف الأول الأسباني والطرف الثاني الفرنسي، أي أن الدولة الواحدة الأصلية والتي هي تعتبر رأس هذه الدول كلها، وكانت تاريخيا كلها تابعة للمغرب. وهذا شيء يعني لا يختلف عليه اثنان، بأن الدولة المغاربية القديمة ما قبل الدولة العثمانية كانت دولة تمتد من ليبيا إلى تونس إلى الجزائر إلى المغرب، كل هذه بما فيها الصحراء. القضية التي حصلت بعد ذلك أن بسبب المقاومة الاستعمار الفرنسي والأسباني اضطرت هذه القوى أن تذهب، ولكن الجشع الفرنسي، وهي مؤامرة فرنسية، والفرنسيون في ذلك والأسبان يشتركون في قضية تقاسم المصالح من أجل تدمير شعبنا. فقد تخلت فرنسا عن غالبية مستعمراتها في ذلك المكان بسبب أن الشعوب في تلك المناطق قاومتها مقاومة شديدة، وركزت ثقلها بالكامل على الجزائر. ولذلك فإننا نجد أن الحيلة الفرنسية بالأصل تكمن في أن الصحراء الجزائرية نفسها الكبيرة حاولت فرنسا أن تضمها إلى الجزائر، لأنها كانت تصر على اعتبار أن الجزائر هي دولة تابعة رسميا للتراب الفرنسي وليست دولة محتلة. ولهذا فإنها كانت تريد أن تستفيد من هذه الصحراء في تجاربها النووية، ولذلك فإنها ضمت كل هذه الصحراء. وهي بالأصل، أنا لا أقصد الصحراء ما يسمى ساقية الذهب أو الصحراء المغربية أو هذه الأسماء، وهي أسماء كثيرة بالواقع وقعت على تلك المنطقة، وإنما أقصد وهذه امتداد طبيعي أصلا للمملكة المغربية لا يختلف عليه إلا جاهل. أنا أقصد الصحراء الجزائرية نفسها. هي الجزائر لم يكن لها تاريخ أن لها دولة بهذا العمق. الجزائر كانت عبارة عن ولاية موجودة فقط في مدينة الجزائر، أما الباقي فهي عبارة عن أماكن تابعة تاريخيا للمملكة. والدليل على ذلك أنها عندما احتلت من الفرنسيين وثار عبد القادر الجزائري، والذي كان هو قائد الثورة في ذلك الحين، اعترف بالسلطة الشرعية الإسلامية في المغرب، وهو شيخ المجاهدين في الجزائر. ولكن بعد ذلك عندما ذهبت فرنسا، قبل أن تذهب كانت قد وسعت الحدود الجغرافية للجزائر، فدفعتها جنوبا وشرقا وغربا على حساب المغرب. فهذه الأراضي عمليا، وهي جنوب مدينة الجزائر، هي عبارة عن صحراء بالأصل، صحراء مغاربية. أما الحديث أن يوقعنا الاستعمار في قضية أخرى جزئية، وهي قضية الصحراء المغربية، ما سماها الصحراء المغربية، فهذا أنا أراه يعني يشبه تماما قضية فلسطين، بأنهم يريدوا أن يستولوا على الكل من خلال تصارعنا على الجزء. ما حصل في الجزائر كدولة أنها التزمت بمعاهدات سرية مع فرنسا على ما يسمى استغلال الصحراء في البحوث الفرنسية. فهناك اتفاق بين الحكومة التي استقلت عن الاحتلال وأصبحت مستقلة،
وهناك أيضا خلاف شديد بين الجزائر والمغرب سببه عدم استقلالية هذه الحكومة، لأنها بقيت حكومة تابعة أصلا لفرنسا، لأن من استلم الحكم في الجزائر ليسوا هم القادة الحقيقيون للجزائر الذين عرفناهم، وإنما كان هناك ما يسمى سحب الثورة أو سرقة الثورة. قادة الثورة قضي عليهم، ثم أتي بأناس، هؤلاء القادة الذين صنعوهم لنا هم عمليا هم تابعون لفرنسا وهم أبناء فرنسا. هذا ما فعلته فرنسا، أعطتهم الإعلام الكافي لكي يظهروا أنهم المجاهدون الحقيقيون. أما المجاهدون الحقيقيون فلم يرهم أحد منذ استقلال الجزائر. وهذا ما رأيناه أيضا في الجنرالات الذين حكموا الجزائر بشكل سري. يعني هناك قيادة سياسية، ولكن وراء هذه القيادة السياسية جنرالات. هؤلاء الجنرالات هم بالأصل كانوا ضباطا أو صف ضباط في الجيش الفرنسي وتابعون لفرنسا. هذه التركيبة الموجودة في الجزائر هي تركيبة بعقلية استعمارية لا تريد الخير ولا تريد الوحدة. ولذلك فإن الجزائر نفسها التي تدعي أنها تحب الوحدة وتحب الإسلام وتحب العروبة وكل هذا، فإنها حاربت أيضا مشروع الوحدة بين تونس وبين ليبيا في الوقت الذي كانت تدعي أنها قريبة جدا من ليبيا وقريبة جدا من الوحدة. الآن في العصر الحديث أنا ما أراه أن الجزائر حاليا فقدت غالبية مواردها بسبب عدم التصرف، عدم الحكمة في التصرف، وعدم استخدام الأموال التي كانت تأتي من الثروات بشكل جيد. فأنا أرى أن هناك دفعا شديدا في هذا الموضوع، وهو موضوع أنها بحجة البوليساريو التي أنشأتها الجزائر، فإنها تريد أن يكون لها منفذا على المحيط الأطلسي، وهو اعتداء آخر على المغرب، لأنها اعتدت أصلا وأخذت حقوق المغرب في الصحراء العادية التي تسمى حاليا الصحراء الجزائرية. تاريخيا إني أتحدى أي كاتب أو استراتيجي أو محلل أو عالم آثار أن يثبتوا أن هناك كلمة صحراء جزائرية في تاريخ الكتب أو في تاريخ الآثار. لا نجد هذه الكلمة إلا في العصر الحديث، لأن تلك الأراضي هي أراضي كانت تابعة سياسيا ودينيا وجغرافيا وديمغرافيا، كانت تابعة لسلطة المغرب العربي، إن كان ذلك في عهد الأدارسة أو التوحيديين أو كل الممالك التي أقيمت. إضافة إلى أنه وفي العصر الحديث عندما قامت ثورة ماء العينين، كان ماء العينين الذي كان يقاتل الفرنسيين في مناطق واسعة، منها في جنوب الجزائر وفي موريتانيا وفي ساقية الذهب، في تلك الأماكن كلها كان الرجل يبايع السلطة الشرعية الدينية في المغرب. فما نجده الآن من سياسة في الجزائر هي سياسة لا تختلف أبدا عن سياسة الكيان الصهيوني، بأنهم يريدون اقتطاع بلد بعد إن جزأوا تلك البلدان التي كانت واحدة، وهو مشروع لا ينهض بأمتنا. ومن يحافظ على التقسيم فإنه بأي شكل من الأشكال يعتبر عدو نفسه، لأن من يريد أن يقسم الأمة هو عميل للاستعمار. هذا أمر منتهي، فلا أحد يستطيع أن يساوم على ذلك إلا إذا كان خائنا لهذه الأمة ولشعاراتها. نحن في العصر الحديث نبحث عن الوحدة ولا نبحث عن التقسيم. فمن يحمل الشعارات القومية والشعارات الوطنية من المفروض والشعارات الدينية من المفروض أن يبحث عن الشيء الذي يوحد الأمة ويرفع من قيمتها، لا أن يمزقها. ولذلك أنا فرحت عندما قام المشروع المغاربي بتوحيد المغرب، فرحت أنه سيكون هناك نوع من أنواع الفيدرالية أو الكونفدرالية في التوحيد لتعيد الشعب وتنزع الحدود كما حصل في أوروبا الغير متجانسة أصلا وجعلوها متجانسة. فكيف إذا كانت أرض واحدة وشعب واحد؟ أنا ذهبت إلى الجزائر وذهبت إلى تلك المناطق،
فوجدت أنه لا يوجد أي خلاف إطلاقا في الثقافة أو في اللهجة أو في أي شيء بين وهران على سبيل المثال وبين الناظور في الطرف الآخر من المغرب. فلهذا السبب أنا أعتقد بأن المشكلة بالنسبة للمغرب هي مشكلة معقدة ومشكلة صعبة الحل، لأن أعداء المغرب كثر وهي وقعت بين يدي أكثر من محتل، فأعان الله المغرب على هذه الحالة التي أوجدها أعداء الأمة. والمشكلة أن من مسكها ويدافع عنها هم أبناء الأمة. في فلسطين أعداء الأمة هناك طرف آخر اسمه يهود، اسمه صهاينة، اسمهم يعني يعتبروا غرباء. والحرب مع الغريب تبقى أفضل من الحرب مع القريب، لأن الشاعر يقول: وظلم ذوي القرابة أشد على المرء من وقع الحسام المهندي. دكتور محمد رحال، كما قلتم وتفضلتم يعني البوليزاريو صنيعة الجزائر والبوليزاريو قبل 1973 لم يكن لها وجود، يعني هي فقط صناعة جزائرية. والمغرب في 4 سبتمبر الماضي قام بانتخابات تشريعية، استسمح انتخابات جهوية ومحلية، وكان الهدف من هذه الانتخابات الجهوية هو إعطاء الأقاليم الصحراوية أيضا ما يسمى بنوع من الديمقراطية في تسيير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعني من قبل الصحراويين أنفسهم. ما رأيك في هذه يعني استراتيجية أو في هذه الأمور؟ بالواقع أنا أرى الموضوع من منظور آخر. أنا أرى الموضوع أن المغرب انتقل بسياسته من مرحلة حكم الفرد الواحد إلى مرحلة المشاركة أو التشاركية في الحكم، وهو نهج جديد اتبعه الحاكم الحالي للمغرب. وأنا أرى فيه نوعا من أنواع الرجل الذي يفهم شعبه والذي استفاد من التجربة الأوروبية، فأحب أن يصلح وأحب أن يرتفع في بلاده إلى الأمام، وهو شاب فيما يبدو، وهذا من الأفعال وليس من الأقوال، لأن غالبية زعماء الدول العربية المصيبة فيهم أن ليس فيهم إلا الأقوال، أما هو فأفعاله كثيرة وأقواله قليلة جدا. وهو ما نراه في المغرب. السياسة التي يتبعها في المغرب حاليا هي سياسة سوف تمضي في المغرب إلى الأمام، وأن يطرح مشروع ما يسمى شبه الحكم الذاتي لمنطقة عليها صراع طويل، فهذا يعني هو أعتبره أنا محاولة للقفز على كل المشاكل التي يريد الآخرون أن يصنعوها. يعني هي محاولة أعتبرها أكثر من متقدمة. يعني ماذا يريد هؤلاء؟ هم يقولون أنهم لا يأخذون حقوقهم، فيقول لهم: تعالوا وخذوا حقوقكم. تريدون حكما ذاتي؟ أهلا وسهلا. تريدون استثمار في البلد؟ أهلا وسهلا. يعني هو رجل مسالم لا يريد قتال شعبه ولا يريد ظلم أحد، وإنما يريد لهؤلاء المهجرين الذين يقيمون على أرض مغربية في الطرف الآخر، يريد أن يقول لهم: تعالوا ارجعوا، فكلنا أهل وكلنا إخوة. ولكن المشكلة في الفكر الماركسي الذي ينغرس في بعض الشباب، وهو فكر أصبح حاليا فكر مضحك، لأن الماركسية انتهت في كل دول العالم بعد فشلها الذريع، ثم يأتي هناك البعض ممن يتمسك بها، فأقاموا المعسكرات، وضمن هذه المعسكرات هم يجلسون خلال هذه المعسكرات، فمن يجدون في نفسه الانشقاق والرجوع إلى الوطن يعتبرونه خائنا ويحاكمونه ويسجنونه وإلى آخره. إذن هم يتكلمون عن الحرية ويتكلمون عن ما يسمى الحقوق، ولكنهم هم يعاملون من معهم في المعسكرات، يعاملونهم بأساليب أحيانا لا تقل بشاعة عن الأساليب النازية. فما يفعله حاليا الملك الحالي أنا أعتقده هو خطوة ليست متقدمة فقط،
وإنما أنا أعتبرها خطوة مثالية من ملك ورث المشاكل الكثيرة في المنطقة، ورث أرضا متصارع عليها وهي له من حقه، وورث أيضا سلطة في البلاد، سلطة ناتجة عن حكم ديكتاتوري، وأيضا واجه كما هائلا من الفساد الموروث عبر عقود مستحكمة، ورث شخصيات لا يمكن استبعادها كلها جميعا. فهذا الأمر أنا أعتقد يعني يجعل الحمل على هذا الشاب، وهو شاب أتمنى أن أسأل الله أن يساعده في ذلك، أن يحقق طموح الشعب المغربي، وأن يحقق طموحه في أن يرفع من المغرب. فالمغرب ليست دولة فقيرة، ولكن عندما تأتي دولة كالمغرب وتدفع مصاريف حماية ما يسمى القوات وإلى آخره، تدفع أكثر من $1,000,000,000 سنويا فقط. فهذه $1,000,000,000 لو أنفق ربعها على التنمية في الصحراء لعملت الكثير. ولهذا فإن هؤلاء لا يريدون سلما، وإنما يريدون تحقيق حلم أسيادهم الجنرالات الذين هم أصلا يسرقون الشعب الجزائري، والشعب الجزائري أصلا يكرههم كرها شديدا. فأنا أرى بأن الخطوة التي قام بها الملك المغرب هي خطوة جيدة جدا، نتمنى له التوفيق، وأيضا نتمنى أن يساهم أيضا يدفع عربة الإصلاح التي بدأها في المغرب. فالمغرب بلد غني، ولكنه يحتاج إلى استخدام التقنية الغربية في هذا المجال، فلا مجال للبناء فوق أرض فاسدة. دكتور محمد رحال، البوليزاريو يطالبون باحترام حقوق الإنسان، يعني لهم معتقلات ولهم يعني سجون، ولهم أطفال داخل السجون ونساء داخل السجون، يعني محرومون يعني من الحرية التامة مثلا للسفر أو للخروج من المعتقلات أو للخروج من الأراضي من تندوف أو من المخيمات إلى غير ذلك. فمن باب حقوق الإنسان، من باب احترام حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة، ماذا يمكن لكم أن تقولون في هذا الأمر؟ والله يعني أنا ما أراه أن العيب ليس في البوليساريو، العيب بأن مشكلة الصحراء يعني حتى الآن يبدو أن الإخوة المغاربة الذين يستلمون هذه الملفات يعني عاجزون عن تقديم هذه القضية بشكل جيد. قضية البوليساريو كتنظيم ماركسي ماوي هي قضية بحد ذاتها تفشل مشروعهم فيما يسمى المطالبة بالحكم الذاتي، لأنهم أنفسهم حتى على مستوى العالم أصبحوا مكروهين. فلهذا السبب عندما تذهب إلى هناك إلى معسكراتهم، وقلت قبل قليل بأن المخيمات لديهم هي مخيمات ليست مخيمات، هي عبارة عن سجن. تصور أنك تجبر هؤلاء الناس بحجة مقاومة النظام في المغرب، تجبرهم على الإقامة في خيام، وهذه الخيام يعني أنت تأخذ حصتك وراتبك الشهري وفقا لمدى طاعتك لزعيم التنظيم. وعندما يشكون فيك شكا صغيرا أنك تخالف الولاء لرئيس التنظيم، والذي هو نفسه يتبع الجنرال توفيق أو من سيأتي بعد التوفيق، فهذه كارثة. يطالب بالحقوق شعبه في الوقت نفسه الذي هو نفسه يعني لا يمتلك حقه، وهو عبد لأشخاص يعملون في الدولة الجزائرية. المشكلة الأساسية أنا أراها بأن التسويق القضية في هذا المجال هو تسويق إعلامي فاشل، ويحتاج إلى إعادة صياغة في هذا المجال وطرحه على الأمم. عندما المغرب ليس بحاجة أصلا أن يدافع عن حقه في أرضه، ليس بحاجة أصلا. من حرر هذه الأرض؟ كانت محتلة وحررها.
الجزائريون يقولون حاليا أن الصحراء المغاربية في جنوب الجزائر هي لهم، أصبح اسمها صحراء. لماذا يقولون نحن حررناها؟ طيب نفس الشيء، ملك المغرب حرر هذه الأرض، إذن هي له، هي للمغرب، فلماذا لا يقاس هذا بذاك؟ ولكن يبقى من الطرف الآخر أن قضية البوليساريو لم يتم شرحها على مستوى إنساني وعلى مستوى عالمي بشكل جيد. التهوا بشرح أن هذه الأرض لنا والاتفاقية رقم كذا والاتفاقية ووقعنا تراهم يتكلمون عن ملفات تاريخية يعرفها العالم، ولكنهم عندما تهاجم خصمك ويكون لك خصم وهذا الخصم عميل، فمن المفروض أن تفضح هذا الخصم بأن هذا الخصم هو عبارة عن عبد لأسياد آخرين، وهذا سهل جدا. دكتور محمد رحال، ربما آخر سؤال. على الصعيد الأوروبي الآن وخاصة هنا في بلجيكا يتواجد مجموعة من المؤسسات الجمعوية أو المؤسسات الغير الحكومية المدعمة يعني بملايين وربما ملايير الدولارات، يعني لكي ينتشر الفكر ضد الصحراء المغربية أو ضد هذا المشروع المغرب الذي قدمه للأمم المتحدة. فربما هنا نحتاج إلى نصيحة، ربما نصيحة منكم للدولة الجزائرية الشقيقة التي نرجو منها يعني أن تفهم بأن المغاربة ليسوا ضد الجزائريين، ولكن ضد كما قلت نظام الجنرالات الذين يقومون منذ سنوات وسنوات بطرق غير مشروعة ونهب وسرقة بعض المساعدات الإنسانية في الأراضي في تندوف إلى غير ذلك. نرجو منكم يعني إعطاء ربما نصيحة للشعب الجزائري وخاصة الدولة الجزائرية. يعني النصيحة بالنسبة للدولة الجزائرية أنا أراها أنها لا تفيد، لأنها تمشي في مصالح استعمارية محددة ومعروف من هي الدول، لأن تلك الدول الاستعمارية أوجدت في كل منطقة من بلداننا العربية والإسلامية حقول ألغام لكي تفجرها متى ما شاءت. ولكن والنصيحة أيضا للشعب إخواننا في الجزائر، أيضا هم لا يحتاجون إلى نصيحة، لأنهم يعرفون مدى فساد الجنرالات الحاكمين، وقاموا بعدة ثورات للأسف لم يشهدها الإعلام، وهم لا يريدون هذا الحكم الظالم إطلاقا. فكيف ننصحهم؟ هم يعرفون أن هذه القضية خاسرة، وهم يعرفون أننا جميعا شعبنا واحد، إن كان في بلاد الشام أو في السعودية، أو يعرفون ذلك. والله الأخوة الجزائريون يعني هم من أكثر الناس كرها لهذه القضية، لأنها تقتل الدماء وكل شيء يعني الحكومة الجزائرية تراها سخية جدا في قتل الإخوة المغاربة وهم شعب واحد، ولكنهم بخلاء جدا في إصلاح وطنهم بشكل جيد. وهذا يدركه الشعب الجزائري الطيب والمثقف الذي ثار على الظلم الفرنسي، وهو لا يقبل بذلك جدا. أنا لا أرى أنهم من الواجب أن ننصحهم، أنا أرى من الواجب أن نحييهم على مواقفهم التي هي مواقف تاريخية توحيدية وليست استعطاف. أنا لا أطلب استعطافا من الشعب الجزائري، لأنه لا يحتاج إلى هذا الاستعطاف. إذا تسأل أي أخ من وهران أو إلى آخره فإنه يتكلم عن فساد الحكم. إذا تسأل أي شخص عادي موجود في الجزائر يتكلم لك عن فساد الحكم، وفساد الحكم أصبح معروفا، وكيف بددت ثروات الجزائر وأنهك اقتصادها بمشاريع سميت مشاريع اشتراكية، ثم تبين بعد ذلك أنها قضت على الأراضي الزراعية، والمعامل التي استوردوها كلها أصبحت خربة صدئة، وذهب الرأس مال الجزائر كله إلى حديد صدئ حاليا، وسحرت الأراضي كلها. الشعب الجزائري يعرف ذلك، فالشعب الجزائري لا يحتاج إلى نصيحة في هذا المجال، وإنما نحن جميعا نحتاج إلى إعلام قوي من أجل أن نفضح هذه الممارسات، ومن أجل أن نفضح هذا الاستبداد الدكتاتوري الموجود في الجزائر، لعل هناك نهضة
تعيد للمغرب كله ازدهاره وألقه التاريخي. إن الغرب عمليا كما يخاف من بلاد الشام وقسمها، هو أيضا يخاف من المغرب، لأن المغرب هي الأقرب له، ولذلك أيضا هو سيحافظ على تقسيمها وسيحافظ على هذا الصراع. فمن المفروض نحن الشعوب نحن كمسلمين أن نهتم بأنه لا يجوز لنا أن نقتل بعضنا البعض من أجل إرضاء فرنسا وأسبانيا وأمريكا وإسرائيل. يجب أن نساهم في صيانة الدم المسلم، لأنه حرام قتله، حرام من الحرام إراقة قطرة واحدة. فكيف تدفع الدول الملايير من أجل والله أن يأتي المسلم ليقتل أخاه؟ ما الفارق بين ابن وهران وابن الناظور وابن تلك المناطق؟ لا يوجد فرق. كانت في طول عمره الحدود مفتوحة بين الطرفين، وهؤلاء يثور هؤلاء، هم أقرباء. فلهذا أنا أجد أن الشعب الجزائري يعي المسألة بشكل جيد، والقضية برمتها هي ليس اختلاف على ما يسمى الصحراء، وإنما تحتاج إلى إعلام قوي ومركز. هذا الإعلام يفضح هذه الحكومة المتآمرة ليس فقط على ما يسمى الصحراء، أو التي تدعم مجموعة فاسدة يسمون أنفسهم البوليساريو، وقادة البوليساريو معروفون أنهم أصلا مغاربة. قادة البوليساريو فلاختلافهم مع الحاكم ذهبوا في قضية أخرى. هذا شيء معيب، وهذا الشيء باستطاعة الملك الجديد إن شاء الله، وأنا أتوسم فيه كل